هذا وخرج الآلاف من أهالي مقاطعة الفرات وبمشاركة الإداريين وأعضاء في هيئات ومؤسسات المكاتب التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية والأحزاب السياسية بمسيرة حاشدة تنديدا بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، وذلك تحت شعار الحرية للقائد أبو، الحل السياسي للقضية الكردية. وانطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرة وصولا إلى طريق حلنج شرقي مدينة كوباني، ومن ثم وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. من ثم تلاها إلقاء عدة كلمة باسم مقاطعة الفرات ألقتها مهابات ديريك وهزاع محمد استذكروا فيها المؤامرة الدولية بحق قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، وحيوا مقاومة القائد أبو في إمرالي، وأكدوا على النضال حتى تحرير القائد أبو جسديا. هذا وانتهت المسيرة بشعارات لا حياة من دون القائد أبو ومقاومة إمرالي. الشعوب تحرق أنفسها لتبقى قائدها، الشعوب تحرق قائدها لتبقى هي، ولكننا نحن الكرد نحرق أنفسنا ليبقى قائدنا، وسنرفع من وتيرة نضالنا، وسنكون في ساحات وشوارع حتى نرى قائدنا بيننا حرا طليقا. هو بالفعل أن الدولة التركية قامت باعتقال القائد، ولكن فكره حر طليق بين جميع شعوب العالم، ومؤخرا فكره وفلسفته انتشر في جميع أنحاء العالم تنديدا بديمقراطية. فكره القائد هي حل الوحيد لجميع شعوب الشرق الأوسط، ولهذا السبب الدولة التركية تمنع عنه زيارات ولقاء المحامين.